أختنا أريد أسألك على صحيح مسلم والبخاري، هل تؤمنين به؟ ما رأيك به؟ كيف لسنيتنا أن لا حتى تؤمن أسأل سؤال. مسلم والبخاري؟ خليني أعرف. حياك الله. إذا كان حياك الله. مسلم سني، بماذا سيؤمن؟ سيؤمن بصحيح البخاري ومسلم، صح؟ لكن إذا هو تمعن وبحث فسيرى أنه هناك أشياء يجب أن يحقق فيها أكثر، وأقولها وقلتها سابقا، لأن هذه الأشياء التي تخرج اليوم في صحيح البخاري، وعلما أنها لا تخرج فقط في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم، هي أيضا حتى تخرج في موروث وفي كتب شيعية، ولاحظت هذا من العديد من المشايخ أيضا. فالموضوع ليس الموضوع كتاب صحيح البخاري أو كتاب صحيح مسلم أو كتاب كذا أو كذا كنت أقول أن الموضوع الذي يجب أن ننتبه إليه هو ليس الكتب، ليس الموروث. فالموروث يبقى مكتوب، ويبقى أيا كان ما هو فيه يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ، هو ليس مقدس كالقرآن الكريم، وهنا كل سينظر فيه بحسب الوعي الذي هو عليه فقط. فكل كتاب كتب من أشخاص هم في حد ذاتهم سائرين في هذه الحياة لكي يرفعوا مراتب أنفسهم من أمارة بالسوء للوامة لملهمة لراضية لمرضية لمطمئنة، فتأكد أن القول الذي يمكن أن ينبع منهم فهو قول يحتمل الصواب كما يحتمل الخطأ، ليس مقدس صافي. فنحن كل الذي نتشاجر عليه أنه كل شخص يقول هذا مقدس بالنسبة لي. ما في مقدس إلا القرآن بين يدينا، وبعدها ما الأعلى درجة، وهذا سأقوله وبصدق وأتحمل كل الذي سأقول الآن: آل البيت سلام الله عليهم فوق الصحابة. هذا أقوله لكل أحبتي، لكل إخوة السنة. نحن في هذا الأمر مخطئين حقيقة. لما؟ لأن آل البيت هم وصية النبي، والوصية ما صحيح موجود الحديث كتاب الله وسنتي، ولكن لو كنتم قارئين حقيقة في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم سترون بأم أعينكم أنه وصى بالقرن أو بالاقتران بين القرآن وبين آل البيت، وعطرتي موجودة. وأيضا وقوله أنا ذكرت عندي فيديو لعله سأشاركه معك أخ أحمد، قرأت فيه الأحاديث التي ذكرت في اقتران القرآن في التوصية من الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم مع آل البيت. فآل البيت في المرحلة العليا. بعدها تصرفات الشيعة وما يفعل الشيعة وما يقوم به الشيعة هم المسؤولون عن هذا التصرف، وإذا هذا التصرف مس بآل البيت فهم الذين يحملون الوزر في هذا الأمر. فنحن اليوم يجب أن نفرق بين الشيعة الذين هم ينتمون، أنا دائما يقولوا لي آل البيت شيعة، أقول لهم خطأ. آل البيت ليسوا شيعة، آل البيت هم آل البيت، توصية النبي مع القرآن، والشيعة هم الذين التفوا على ما ورثوا من آل البيت. فإذا التفوا على ميراثهم من آل البيت ثم كتبت كتب وأعطيت أشياء كثيرة، هنا لا يعني أن هذا الموروث المكتوب هو 100% صحيح وأنه مقدس، أو الذي مثلا عند السنة لأنه جاء ما أسمع أنا الكلام السقيفة وكذا وكذا هو موروث وهو 100% مقدس. فكل ما كتب من الإنسان يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ. وهذا ردي على الأخ بالنسبة لصحيح البخاري وصحيح مسلم.